$35 فواكه. 12 دينار حفاضات. 20 دينار خضروات. يا حلاوة خضروات. احنا على الهواء. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى نشرة جديدة من نشرات أخبار الدار. انتهى قبل قليل اجتماع الطارئ الذي جمع أبي وأمي للتباحث في أمر استخدام خادمة لبيتنا تقوم بأعباء تنظيف وترتيب بيتنا وشؤونه المختلفة. وبعد عدة مشاورات ومداولات، اتخذ الوالدان الكريمان قرارا حاسما بإحضار خادمة لبيتنا ترانا وتخدمنا وتحنو علينا. وجاءت الخادمة ريتا، ويا ليتها ما جاءت وانقلب بيتنا رأسا على عقب. تغيرت لغتنا وأصبحنا نقول لمن يتصل بنا هاتفيا يسأل عن أبي أو أمي: ألا بابا وفي قاعد يجيب فلوس. ماما وفي ماما يعمل ميك اب عشان يروح حفلة مع صديقة، بس ما في مشكلة في موضوع تاني. نعم أعزائي المشاهدين، أخذت الخادمة دور أبي وأمي. أصبحت تقوم بأدوار عظيمة، تعد الطعام وتنسق المنام، تتابع الدروس وتمسح على الرؤوس، تنظف وترتب، تحن وتطبطب. الحمد لله، نحن بألف نعمة. الناس عندهم ماما واحدة، أما نحن عندنا مامتان، يعني 2 ماما. أم أنجبتنا، وأم تربينا وتعطف علينا وتغسل ثيابنا وتدرسنا، وبعد ذلك تضرب من ماما رقم 1 إذا نسيت أو أخطأت في أمر ما. في تصريح خاص لقناتنا قالت الخادمة ريتا: أنا اسمي ريتا والله والنعم، أنا تعبانة كثير، أنا يسوي كل شيء تمام بالبيت، أنا يسوي أكل وينظف، أنا ألعب بتشا، وأنا يحب بتشا يحب أنا. عفوا أعزائي المشاهدين، بتشا يعني أطفال صغار فقط للتوضيح. نعم تفضلي ريتا، تابعي. بتشا يحب أنا ويحب كل شيء يعمل أنا يسوي كل شيء بدل ماما دايما يضرب أنا ويصرخ أنا تعبانة، بس أنا حزين، أنا إذا يترك بيته ويروح لأن بتشا راح يطير وأنا يحب بتشا. شكرا لك يا ريتا، كتر الله من أمثالك، لأنه بصراحة من نلاقي خادمة تمام هذه الأيام يعتبر نادرا، ومصائب الخادمات لا عدل ولا حصر لها. وحسرتها أعزائي المشاهدين، أصبحت الخادمة أما حقيقية، وأصبحت تخشى على ضياع الأطفال أكثر من خشية آبائهم وأمهاتهم عليهم. ولا نملك في هذا المقام إلا أن نقول لكل الآباء والأمهات: الله يخليكم، نبوس إليكم، ما بدنا خادمات، بدنا إياكم أنتم. نعم، وبابا وماما، نريدكم أنتم وحبكم وعلمكم وتربيتكم ودينكم وخلقكم. وإذا اضطررتم لإحضار خادمة فلا تبتعدوا عنا وتتركونا لها. إلى هنا أعزائي المشاهدين نصل
نصل إلى ختام هذه النشرة من نشرات أخبار الدار، إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في نشرة أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.